بالأمس يبكي رجل بدموع. ليه؟ عنده 3 بنات معهوش فلوس الموسم. مين اللي قال لك ان الموسم من الدين؟ جه في اي آية واي حديث يقول لك يا شيخ جبر خاطر. لا، اوعى تعتقد ان الشرع قال لك اجبر الخاطر بفلوس. ما حصلش، ما وردتش، لم تكن في اي آية ولا في اي حديث. عنده 3 و4 بنات، يقول لي الفرخة ب 200 جنيه وكيلو السكر ب 100، كيلو سكر وباكو شاي ب 100 جنيه وإزازة الزيت ب 100 جنيه. 500 جنيه ما يعملوش للبنت حاجة وأنا معيش. عاوز أقل حاجة 1000 جنيه ل3 بنات 3000 جنيه. ده مش من الدين، ده مش من الدين. إن تجبر بخاطر زوجتك ولا نبيه على أبوكي، لو جاب موسم هرجعه. هي تقول لأبوه لو جالنا يجيلنا على راسنا كده فاضي، سلم علينا يقعد معانا 5 دقايق عاملين ايه ويمشي، اخذ ثواب جبر الخاطر. وصلة الرحم، بتروحش لاختك ليه؟ يقول لي خزيانه اروح لها بايدي فاضيه. مين قال لك الكلام ده؟ النبي قال تزاوروا، ما قالش ادفعوا، ما قالش شيل وانت رايح. ده قال لك اسمع تبسمك، ده بس روح ما تبوس، روح ما تبوس. ما انت هتاخد موسم ب1000 جنيه وعمال تدعي عليه وعلى الله ياكل، وقاعد وانت مليان هم وحامل هم السادات، وطالع من عنده دول يطفحوه وتقعد شهر. يعني ايوه، امبارح واحد بيقول استلف من صديق له 3000 جنيه. طب ده يرضي مين؟ جوز بنته ايسر منه حالا، زوج البنت ايسر من أبيها حالا في أي شرع وأي دين. اللي يزعل يقول أنا بقول بقى على صوتي، المواسم مش من الدين. واللي تزعل عشان موسم تخبط راسها في الحيط. وجوز بنتك لو قطعك أو زعل أو رجع بنتك عشان موسم ما ترجعهاش له، أصله ما عندوش دين ولا عنده رحمة ولا صاحب مبدأ. احنا اخترعنا حاجات أزمت علينا. ما بتروحش تشارك فلان في فرحته بابنه يقول لي معيش فلوس أنقط. ايه النقطة دي من الدين؟ النقطة دي من الدين؟ مين اللي قالها؟ والله انت معاك وقادر وعاوز تدي ادي، ولما تديها كمان ما تستنهاش. ما معاكش روح بس اقف معاه، أزره ونصره وساعده وشاركوا فرحته أو شاركوا عزاه. ده المطلوب بس في الإسلام. الإسلام ما أمرناش بجمع المادة ولا التسلط على جيوب بعض.